يكفي انهم يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله. اليهود والنصارى صفوا خلافاتهم، وفي مؤتمر العناق والوفاق زالت العداوات بين اليهود والنصارى، ومع ذلك نرى المسلمين شيعا، هذا سلفي وذاك خلفي وذلك سني ورابع شيعي وخامس خارجي وسادس صوفي. هذا سلفي يقول لك انا سلفي، وهذا يقول لك انا خلفي، وذلك يقول لك انا سني، ورابع يقول لك انا شيعي، وخامس يقول لك انا من الخوارج، وبعد ذلك يقول لك انا صوفي. اسمعوا يا مسلمون، ان الله تعالى حل المشاكل كلها بكلمة واحدة. ألم تقرأوا قول الله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم. السلفيين، الصوفيين، الشيعيين، السنيين، الخلفيين، الخارجيين، هو سماكم ماذا؟ هو سماكم المسلمين من قبل، فهل ترفضون اسما سماه الله لكم؟ الله سماكم المسلمين وجعلكم مسلمين، فهل ترفضون تسمية الله رب العالمين؟ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. الاسلام، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. ايسمينا الله مسلمين ونخترع لانفسنا اسماء؟ انا سلفي، انا خلفي، انا شيعي، انا سني، انا خارجي، انا صوفي، بل انا مسلم، انا مسلم، انا مسلم. وحدوا من لا يغفل ولا ينام. لا اله الا الله. قيل لسلمان الفارسي: يا سلمان من ابوك؟